ورجعنا لكم تاني يا جماعة فيديو جديد في برنامج بيض في بيض، ومعانا الأستاذ سعيد شنيشة، وقاعدين عازمني على قهوة في مكان كويس. قال لي لازم أعزمك على قهوة في مكان كويس. وإحساسك إيه يا أستاذ سعيد وأنت في المكان ده وفي المكان النظيف ده بعد تطور مصر الجميل؟ والله نقدر نقول الشحات ملوش مكان. الشحات ملوش مكان. الشحات ملوش مكان، ما يحبطش نفسه يتعب. هيتعب ازاي طيب؟ الناس هنا عايشه عيشه احنا مش هنشوفها بعد، يعني ده اول واخر يوم اول واخر يوم؟ اذا كان انا عزمتك على قهوه وشاي واثنين شاي للرجاله، صرفت مصروف الشهر كله. مصروف الشهر؟ اللي انا بقبضه. ليه ده؟ انا اسمع انت وظيفتك حلوه. استاذ سعيد يا جماعه، نفكركم بالاستاذ سعيد. سعيد شنيشة رئيس شؤون الطلبه بمستشفى السوق المركزي، ورئيس مؤسس حزب كحيان جعان مش عارف هنام. هو انا عشان كحيان وجعان مش لاقي انام، ماليش المكان ده. انا لو اعرف ان الموضوع يعمل كده يعني كنت عاوز امسح القهوه، اسيق اي حاجه هنا بدل ما ادفع الفلوس دي. حرام. يعني انت ندمان على الخروج؟ تعمل لي انجر الشاي كده وببلاش ب 10 جنيه، اجي ادفع عليها انا 40 جنيه كوبايه شاي كده. يعني انت زعلان على الخروجه ولا زعلان عشان عزمتنا؟ اول واخر مره. انا يا عم راجل شحات، ماليش في الكلام ده. انا اقعد على قهوه الاثنين ده. سعيد ما تقولش على نفسك كده. انا شحات. استاذ سعيد ما ينفعش تقول على نفسك كده. انت راجل متواضع واحنا فاهمين التواضع ده يا جماعه. المشاهدين طبعا فاهمين التواضع بتاع الاستاذ سعيد، فاهمين ان ده شخص بيتواضع زياده عن اللزوم. الاستاذ سعيد من عيله مرموقه عريقه لها اتفضل يا استاذ سعيد، كنت طالب ايه؟ عاوز ايه قبل ما تمشي من هنا؟ بعد اذن الجمهور وبعد اذنك يا استاذ سعيد، انا نفسي اتفضل. انا مش هاجي المكان ده تاني. ليه بقى؟ لا اصل المكان ده غالي وانا شحات كحيان جعان، مش لاقي اكل، فقلت ايه اطلب الطلب ده عشان خاطر لو ما جيتش هنا يبقى انا حققت النية. طب مش هقدر اطلب الطلب ان انا اتمرغ على النجيله دي. اتمرغ؟ اتمرغ. طب اتفضل اتمرغ يا استاذ سعيد، اتمرغ. اتمرغ. طلب بقى، لا موت. اتفضل.